السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله خفيف وطريب، غادي نوجد فيه معكم فلون ديال الكواخاطه اللي الصراحه تيجي لذيذ بزاف بزاف وتيجي رائع اكثر من رائع. يعني ما نقدروش نقولوا غير رائع، ولكن نقدر نقول لكم اكثر من رائع. شي حاجه اللي هي ديال التحميره ديال الوجه باش توجديها لضيافك وحتى لوليداتك. علي معلا كما عارفين بلي الوليدات تعجبهم بحال هاد النوع ديال الفلون. صراحه هو واخا شي شويه مكلف، ولكن ماشي مشكل، راه يستاهل الصراحه. يعني هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم، فخليكم معايا باش تشاهدوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو في تقديم المقادير. بالنسبه للمكونات عندي هنايا السيترو ديال الهلاله، كريمه الحلويات هلاله على استعملت هذا النوع، وعندي واحد الشاسي تاع رويال ديال الكواخاطه، عندي إيدرو ديال الحليب، عندي 2 معالق ديال السكر سنيده، وتقدروا تزيدوا على حسب الحلاوه، ولكن انا من احسن استعملوا غير 2 معالق ديال سنيده باش ما يجيكمش حلو بزاف. عندي 4 ديال الشاسين تاع فلون ديال الدرهم، وعندي 10 دراهم ديال اللوز اللي غادي نطحنو. وهنا غادي نبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. انا كما شفتوا غادي جميع المكونات غادي نوضعهم في كاسرونه. كما تشوفوا هنا عندي كاسرونه وضعت فيها لتر تاع الحليب ونص لتر ديال كريمه الحلويات اللي انا استعملت ماركه اللي هي هلاله. كما شفتوا هنا وضعت 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نوضع الشانسين تاع كواخاطه و4 الشاسيات نتاع فلون. يعني هنا كما شفتوا جميع المكونات اللي ذكرتهم في الاول غادي نوضعهم انايا مع الحليب، غادي نحرك مزيان حتى يتجانسوا ليا جميع العناصر. وعاد غادي نوضع الكاسرونه نتاعي فوق النار ونخليها حتى تغلى مزيان. عاد ديك الساعه غادي ناخذها وغادي نحطها فوق سطح العمل ونخليها حتى تبرد. عاد غادي نضيف ليها 10 دراهم ديال اللوز اللي طحنته مزيان، يعني ماشي هرمشته ولكن طحنته مزيان، خليت فيها غير شي حبيبات هكا اللي يبانوا. وغادي نوضعهم مع الخليط ديالي اللي كنت مع الخليط اللي وجدته في الاول. هنا راني وضعت الفلو ديالي فوق النار، ضروري خاصها تكون النار مهيله حتى يغلي لنا الحليب ديالنا. ومع ديك الساعه غادي نحيدوه من فوق النار، غادي نوضعوه فوق سطح العمل، غادي نخليه حتى يبرد مع استمرار التحرك باش يبرد ليكم صافي. ومن بعد غادي نوضع لي كي نشوف الفلون تاعي برد، يعني ما تخليوش يبرد حتى يجمد، ولكن المهم يبرد شي شويه يكون دافي. غادي تضيفوا له 10 دراهم ديال اللوز كما قلت لكم اللي طحنتها راكم تشوفوا راها مطحونه. غادي تحركوا مزيان خليوه حتى يبرد. كما قلت لكم غادي نخليوه حتى يبرد مزيان. عاد ديك الساعه غادي نوضعوه في المول بالاختيار ديالكم، يعني كل واحد يختار المول اللي هو اللي يعجبو. انا اختاريت هذا المول صافي. غادي ندخلو الثلاجه ونخليه حتى يبرد، ومن بعد غادي نقدموه في طبق التقديم بالصحه والراحه. كان هذا هو الفيديو البسيط، نتمنى ينال اعجابكم ويعجبكم الفلون اللي وجدت معكم. الصراحه راه تيجي لذيذ بزاف وتيجي زوين وبنين. حاولوا تجربوه لوليداتكم او لا تجربوه حتى للعائله ديالكم وضيافكم. راه الصراحه راه تحميره الوجه، يعني ما غاديش تندموا عليه. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كنتي أول مرة تشاهدي القناة ديالي ما تنسينيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وما تنسونيش باللايكات. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.